حبايبي الف مليون هنا وشفها. وزي ما انتم شايفين هو الطاجن بيحكي عن نفسه، انا مش هتكلم عنه. وبصوا يعني باوفر حاجه عملناها، بس الطاجن حكايه. الف مليون هنا وشفها، ويا رب ان شاء الله الطريقه دي تعجبكم. بس هتطلعوا احلى طاجن باميه، وجنبه طبعا الرز الابيض زي ما انتم شايفين. تمام، كل حاجه بتحكي عن نفسها حبايبي. يا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد ان شاء الله، وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين، وما تحرمنيش من اللايكات بتاعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم حبايبي في قناة سر وصفة ماما. ان شاء الله النهاردة هعمل لكم طاجن بامية باذن الله. بصي كله هياكله من ايدك، يحلف ويتحلف بيه ان شاء الله باذن الله. طيب هتعملي ايه؟ بلحمة وضاني؟ لا لا لا، امال ايه؟ صدر فرخة واحد، وهتاكلي احلى طاجن بامية يعني بجد. ان شاء الله هتجربوا الطريقه وانتوا اللي هتحكموا بنفسكم. تمام، معايا طبعا الصلصه بتاعته، ومعايا معلقتين صلصه، ده عصير طماطم. تمام، معايا معلقتين 3 صلصه زي ما انتوا شايفين، هوريكم هنعمل بيهم ايه. ومعايا برده معلقتين بصل مدبلاه كده، حطيته على النار شويه ودبلته. ومعايا يعني شويه توم حلوين كده دقتهم بكزبره. والتوابل معايا فلفل اسود مكعب، مرق عايزه تحطيه تمام، مش عايزه براحتك، بس هو بايه بيعزز الطعم معايا شويه. وحبه شطه وحبه ملح. تمام، وهعمل جنبيهم شويه رز ابيض. تمام، هعمل هنا دلوقتي هاخد الصدر ده. تمام، هبتدي اقطعه مكعبات صغيره. تمام، خليكم معايا كده، هقطعه وهوريكم ايه انا قطعته ازاي. اهو مكعبات صغيره هقطعه وهوريكم انا هعمل ايه تاني. زي ما انتم شايفين انا قطعت الفراخ مكعبات قريبه من نفس حجم الباميه. تمام، عشان كل اللي ياخد واحده باميه ياخد معاها حته فراخ. زي ما انتم شايفين كده انا جبت الحله حطيت فيها حبه سمنه مع حبه زيت صغيرين، هيسخنوا بس، وهبتدي احط عليهم الفراخ. تمام، تسخن بس شويه وهرمي فيهم الفراخ حبايبي. زي ما انتم شايفين سخنت معانا، فهنبتدي نحط دلوقتي الفراخ. بسم الله. تمام، هكمل الكميه كلها، هنزلها كلها وهوريكم هنعمل ايه تاني. دي وزي ما هي كده وهي على النار هبتدي احط لها حبه فلفل اسود وحبه ملح عشان انا عايزه الفراخ تبقى حايقه معايا. تمام، وحبه شطه زي ما انتم شايفين كده، وهحط لها سنه صلصه صغيره بس اما تحمر شويه، انا عايزاها بس تحمر حبه، وهحط لها حبه صلصه بسيطه. تمام، زي ما انتم شايفين بص الفراخ خدت لون ازاي معانا، هو ده اللي انا عايزاه. تمام، امشي معايا ورايا خطوه خطوه ان شاء الله عشان يطلع معاكي احلى طاجن باميه. تمام، مش نحط الفراخ كده وبس، لا، تديها التشويحه دي. تمام، اللي موجوده. تمام، هخرجهم دلوقتي وهوريكم هنعمل ايه تاني. زي ما انتم شايفين خرجنا الفراخ، ودينا هحط مكان الفراخ التومه اللي انا دقاها، ده توم وكزبره. تمام، زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام اهو، هديها تقليبه تسفر بس معايا، وهوريكم هنعمل ايه تاني. تسفر بس. طيب زي ما انتم شايفين هي صفرت معايا بس مش قوي، يا دوبك حبه بسيطه. هبتدي احط لها معلقتين صلصه. تمام اهو، هقلبهم كده فيها. تمام، هقلبهم بس حبه، وبعد كده اوريكم هنعمل ايه تاني حبايبي. زي ما انتم شايفين معلقه البصله اللي انا قلت لكم عليها مدبلاها هحطها في الوقت ده، لان انا عايزه اخد طعمها، بس مش عايزاها تكون محمره قوي. تمام، هدخل طعمها في في الخلطه دي برده، وهوريكم هنعمل ايه تاني. زي ما انتم شايفين خدت كام تقليبه معايا، شايفين شكلها. هبتدي دلوقتي انزل عليها بالباميه. تمام اهو، هديها برده تقليبتين 3 واوريكم هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين اديتها تقليبه كده في الخلطه اللي انا وريتها لكم. هبتدي اصب عليها الصلصه. تمام اهي، هديها غلوه. تمام، وبعد كده اقول لكم نعمل ايه تاني. تاخد بس غلوه معايا بعد ما ادت غلوه، فانا هبتدي احط لها الحياء بتاعها اللي هو ملح
واحط لها حبه شطه عشان انتوا عارفين الباميه بتحب الشطه. تمام. واحط لها برده فلفل اسود. ودلوقتي ايه، هحط لها مكعب المرق. وانا زي ما انا قلت لكم مكعب المرق ده اختياري، عايزه تحطيه تمام، برده مش عايزه ده ايه مش هيقلل ايه حاجه من الوصفه خالص، بس هو ايه بيعزز الطعم. تمام. دلوقتي خلاص هتاخد غلوه تاني معانا، هبتدي افض فيها الفراخ. تمام. عشان تاخد غلوه معانا، هي خلاص كده كده اصلا الفراخ استوت، بس انا عايزاها ايه ياخدوا من طعم بعض. تمام. شايفين كده برضو هديها غلوه وهوريكم هنعمل فيها ايه تاني. غلوه واحده بس مش كتير. زي ما انتم شايفين هي ايه محتاجه بس حبه ميه شويه لان انا هدخلها معايا الفرن. تمام. فانا هحط لها بس، طبعا احنا ما عندناش شوربه لان احنا عاملين ايه الطريقه اللي انا قلت لكم عليها ما فيهاش شوربه. طيب نص كوبايه ميه عادي تحطيها. تمام اهي. وبرده بعد ما احط لها كوبايه الميه دي هبتدي ايه اخدها زي ما هي كده وهبتدي احطها في الطاجن ده عشان ادخلها الفرن. تمام. ثواني احطها في الطاجن واوريها لكم. حبايبي زي ما انتم شايفين كده معانا خلاص خلصت انا الطاجن. تمام. لسه فيها ايه ما استوتش كويس، فانا هحطها في الفرن. لو انت عايزه تستكفي لحد مرحله الحله تمام وتسويها على الحله وما تدخلهاش الفرن، بس ايه اما تحطيها في الطاجن وتدخليها الفرن بتدي طعم تاني. وانا واقفه كنت بعمل الباميه عملت الرز الابيض. تمام. خلصته. فدلوقتي دي هتاخد معايا الطاجن ده هياخد معايا شويه في الفرن. تمام. هياخد معايا شويه في الفرن وبعد كده ايه بعد ما يطلع هوريهولكم بيبقى اطعم وريحته، هي ريحته دلوقتي مش محتاج حاجه تاني، بس في الفرن بيبقى اطعم واحلى.